يلا بينا بقى نبدأ في وصفات الشتاء اللي بتلم الحبايب. لما يجي الشتاء مفيش إلا الحلل هي اللي بتلم الحبايب، حلل الطبخ الحلوة بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان ازاي تتعلمي تطبخي الأكل وريحته تجيب آخر الشارع ويبقى مميز، وتتعلمي صلصة الطبيخ المظبوطة، لا هي خفيفة ولا هي تقيلة. يلا بينا نعمل أحلى حل الطبيخ تلم الحبايب في جو البرد ده. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد، ويلا بينا نشوف الطريقة. ويلا عايزين بقى عشاق الفاصوليا الخضراء يجوا معانا ونسمي الله ونصلي على محمد. أول حاجة عندي هنا نص كيلو من اللحمة. تمام، مية بتغلي على النار، حطيت فيها بصل وبعد كده نزلت باللحمة. ودايما تجيبوا حتة اللحمة من الريشة، قطعة لحمة من الريشة ملبسة كده مناسبة جدا للطبيخ. بعد كده اللحمة بتبدأ تلملي الريم تجمع الريمة بتاعتها. هي دي بقى أي ميكروب في اللحمة بنبدأ نشيله. بعد كده بحط فلفل أسود وورق لورا وحبهان. وبعد كده بهدي النار وبسيب اللحمة. أول ما بتبدأ تدخل في السوا بحط لها الملح، وبعد كده بيبقى تمام قوي أول ما اللحمة توصل معاكم للسوا المناسب. يلا هنا بقى نعمل أحلى تسبيكة. بصوا مبدئيا عشان تعملي تسبيكة صح لازم الطماطم تكون مسلوقة نص سلقة ومضروبة في الخلاط أو بالهاند بلندر. تمام، يعني أنا بجيب الطماطم بغسلها، بقطعها كده أربع تربع، بعمل فيها شقة صغيرة أربع تربع من فوق، وبروح مسويها بشوية مية على النار، وبعد كده بضربها في الخلاط. بعد كده بقى عندي هنا بصلاية كبيرة، وحطيت عليها سمنة وزيت أو زبدة وزيت على حسب المتوفر. وأول ما بتدبل معايا البصلاية وبتاخد اللون ده ببدأ أنزل هنا كده عندي بكام فص توم كده. وهنا دي أحلى تسبيكة للفاصوليا الخضراء. ركزوا بقى معايا، الناس كتير اللي بتحب الفاصوليا الخضراء، ولو ما بتحبهاش وعملتيها بطريقتي صدقيني هتنبهري منها. دلوقتي بقى جبت الطماطم اللي انا مسبكاها وضربها بالهاند بلندر، وبعد كده بقى نزلت بيها. هزود هنا بقى شوية مية كده صغيرين مكان الطماطم عشان تتسبك تاني، وهرش رشة سكر، وهسيبها كده على نار متوسطة لحد ما تبدأ ان هي تتسبك. على فكرة اللحمة مش ينفع ما تتسلقش خالص، لو انتوا مش حابين تسلقوها ممكن تشوحوا اللحمة مع البصل والثوم وتحطوا عليها الطماطم لحد ما تستوي. تمام، دلوقتي هنا عندي الطماطم اتسبكت، شايفين بقى الطماطم مظبوطة ازاي؟ عشان خاطر احنا مسويينها قبليها من بره. بعد كده بقى زودتها شوية مية سخنة، انا هحط نص مية ونص شوربة. تمام، بزود حبة مية صغيرين، وبعد كده ببدأ أزود حبة شوربة من بتاعة اللحمة. طبعا لو انت مش محتاجة الشوربة كلها ممكن تزودي بيها عادي. تمام كده. بعد كده بقى بنزل باللحمة اللي أنا مسوياها تلات أرباع تسوية، تلات أرباع تسوية، عشان عايزة الربع اللي فاضل يتسوى معايا في التسبيكة وتاخد وتشرب كده، والطبيخ كمان يتشرب نفس طعم اللحمة. تمام. بعد كده بقى بعد ما هحط كمية اللحمة هحط عندي ملح وفلفل، مكعب مرق الدجاج لو انتوا حابين بيخلي طعم الطبيخ في حتة تانية، بيبقى حلو جدا. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد لو وصلتي معايا لحد هنا. زودت المرق اهو. اهم حاجة نخلي المعيار مظبوط عشان خاطر لا نخفف ولا نتقل. فلفل اسود وملح زي ما قلت لكم، ومكعب مرق الدجاج. وهنخلي الفاصوليا التسبيكة مع اللحمة بتاخد غلوة. بعد كده بقى بروح جايبة الخضار عندي. الفاصوليا أنا غسلاها كويس جدا طبعا ومخرطاها كده، بعملها كده تخريطة زي السمبوكسة كده، يبقى شكلها تحفة قوي. طيب عشان هنا نطلع طعم الطبيخ مظبوط لازم، بصوا نزلت هنا بالفاصوليا، بصوا ما شاء الله جميلة ازاي، وعايزة اقول لكم طعمها تحفة. تمام، هنا بقى بهدي اول ما بتاخد غلوة على نار عالية بهدي النار متوسط لحد ما تستوي كده، يبقى طبيخك متسبك مليون المية وطعمه حلو قوي. عندي هنا بقى زيت، بحط هنا شوية زيت عشان خاطر اعمل بقى الرز بشعرية. ممكن تعملوا رز بلسان العصفور، ممكن تعملوا رز واحدة وواحدة، هيبقى طعمه حلو جدا ومميز. بسخن عندي هنا المادة الدهنية عشان خاطر اعمل الرز. بنزل بالشعرية، ومعيار الرز بيبقى نص معيار، معيار الشعرية بيبقى نص معيار الرز.
يعني لو أنا عاملة كيلو رز باعمل عليه نص كيلو شعرية، عاملة نص رز باعمل ربع شعرية. مهمة جدا الخطوة دي. بنحمر بقى الشعرية لحد ما بتوصل عندي للون ده الدهبي الحلو ده. بعد كده بقى بروح نازلة عليها بالرز. طبعا أنا في كل مرة ما بحبش اجرلكوا الخطوة عشان اللي ما بيشوفش الفيديوهات يشوف. يا جماعة انا عاملة الرز كذا مرة، ولكن انا بحب دايما ان انا ما عديش حاجة عشان تعرفوا الطبخة كاملة متكاملة. يعني إن واحدة بتتعلم حابة تقوم تعمل تخوض التجربة دي، فتبقى عارفة هي بتعمل ايه. تمام كده، يعني تعمل الأكلة من الألف للياء على الطريقة عشان تطلع معاها ناجحة. بنشوح الرز، وشوحوا هنا الرز كويس أوي لحد ما يشخلل كده معاكوا. وعلى رأي ستي الله يرحمها كده يبقى بيرن في الحلة من كتر التشويح. هنا ضفت طبعا الملح، وبعد كده بنبدأ نحط مية مغلية. حابة تحطي مية سخنة بتغلي، حابة تحطي شوربة سخنة، حابة تحطي نص مية ونص شوربة. برضو دي حاجة ترجعلك على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر. تمام. الرز اتحمر، شايفين بقالي مسافة بحمر فيه ازاي. بعد كده بقى ببدأ انزل بالمية بتغلي على الرز. وعندك احلى رز بشعرية على طريقتي. الرز سهل جدا وبسيط. تمام، بس هو بس عايز ظبطة صح. بسيب الحلة مكشوفة لحد ما يبدأ يتشرب. بعد كده بهدي عليه النار بغطيه لمدة 10 دقايق. وكده يبقى الرز استوى معانا. وهنا بقى في الخطوة دي عندك أحلى حلتين يدفوا في الشتاء، ووجبة كاملة متكاملة. واحنا طبعا أيام دراسة وولادك بيرجعوا من المدارس جعانين. يا سلام لما تعملي كده أكلة حلوة وسخنة وتلم كل العيلة. لو عجبك المحتوى وشايفة انه محتوى مفيد، يا ريت تعملي له شير. ويا ريت ما تنسوش متابعة لصفحاتي. بحبكم في الله يا أحلى متابعين في الدنيا. كنتم مع شيف هدير.